ولأول مرة بوجه مكشوف سمسار وسيط عقاري غيعترف أمام المغاربة وعلى المباشر أنه كان وسيط لأكبر عملية نصب تعرض لها شخص مسن واللي هو رئيس جماعة سابق معزول بجماعة سيدي بنور. عملية نصب اللي فقط مبلغ 25 مليار ديال السنتيم، وهذا السيد كان مشارك فيها في جميع مراحلها. اكيد غادي تسولوا اشنو اللي خلى هذا السيد انه اليوم يفيق بعد سبات عميق ويخرج ويعترف ماشي فقط في شوف تيفي ولكن ايضا عند الضابطه القضائيه وعند الفرقه الوطنيه. مشاهدينا الكرام خليكم معنا باش تعرفوا ان هذه القصه للعبره وليست للفرجه. سمعوا مزيان اشنو وقع للرئيس السابق لجماعه سيدي بنور السيسي. السلام عليكم. السلام اختي فاطمه الزهراء، كلشي بخير الحمد لله. دابا الناس غادي يبقاو يسولوا فيك شنو اللي خلاك انت دابا بعد هاد السنوات تقريبا شحال من عام؟ هادشي وقع في 2021. 2021 شحال كانت عندك من عام ديك الساعه؟ 2021 تكون عندي شي 34 عام. 34 سنه يعني واحد الانسان شارب عقلو بعقلك. انت الاب ديالك الله يرحمه حسب المعطيات اللي توصلت بها كان وسيط عقاري وكان من خيره الناس، كان الله يعمرها دار، ما كيزور ما كيدي حق بنادم، انسان كانت عنده سمعه طيبه في سيدي بنور. انت وردتي عليه هذيك الحرفه ولكن للاسف الشديد ما كنتيش خير سلف لخير خلف. كان وقع لي تلاقيت بهاد الناس هادو هما اللي خلوني خرجت على الطريق ومشيت معاهم في داك الشيء ديالهم هما، ولكن كاينه ظروفات كثيره اللي خلاتني مشيت مع هاد الناس هادو. قبل ما وصلت الظروفات اللي خلاتك تمشي مع هاد الناس هادو، شنو العلاقه ديالك برئيس الجماعه السابق ديال سيدي بنور؟ انا هو الوسيط العقاري. شنو علاقتك به؟ فين تتعرفوا قبل ما توصل للوساطه العقاريه؟ الوالد ديالي كان هو اللي كان كيخدم معاه وكان شاد لي التجزئه ديال المستقبل اللي معروفه في سيدي بنور، وكاع الناس الاولين ولاد البلاد كيعرفوا بان الوالد عندي وكيعرفوا بان هذاك السيد كانوا صحاب جامعهم الخدمه وجامعهم العشره وشاركين الطعام. ملي كنتي نتايا باقي ما تزاديتيش انا باقي وباك تعرف هذا السيد هذا كيعرفوه كيخدم معاه، وهاد الناس هذو الله يعمرها دار والوالد عندي ما شاف منه ما الخير. مات باك بقيتي نتايا بقيتي كتعرف هذا السيد. كيفاش تعرفتي على هذا السيد الثاني اللي اليوم كتقول لنا بانه هو اللي زور عليه ودار ليه واللي مشيتي اعترفتي امام الفرقه الوطنيه بانه دا السيد الثروه ديالو؟ كيفاش تعرفتي عليه؟ هذا السيد هذا تا هو الاب ديالو كان خدام عند السيسي وكان باقي في الحياه. الاب ديالو باقي في الحياه. كان خدام عند السيسي في العزيب، والسيسي كيعرف الام ديالو مسؤوله في المحافظه وكيعرفوا محق المعرفه مزيان. عائله ما كيخليش شي شكوك اللي غتدخل بين هاد الناس هاد. اي صافي، يعني نتايا بحال ولدو الاخر بحال ولدو، السيد رئيس جماعه ومعروف اصلا انه من اعيان هذيك المنطقه